أنت تحت البطانية، أنت نائم في حضن امرأتك، وغيرك يقارعون البرد في المتارس، يمشون على الألغام ولا يبالون بالهونات ولا بالصواريخ ولا بالرصاصات، ذبا عن دين. ولهذا هنيئا لمن قتل ولده، ولمن قتل أخ له أو أب أو صاحب أو عزيز في سبيل الله. هذه كرامة. ناس يفتخرون بكأس في كرة، يفتخرون بفيلم، براقص، يفتخرون بأمور دنيا. هنيئا لك أن تفتخر بمن يشفع في 70 من أهله، قد تكون واحد منهم. هنيئا بمن يخرج من هذه الدنيا ببصمات أنه قاتل من أجل دين الله. هنيئا والله، هذا يفرح له، هذا لا يبكى عليه، هذا يفرح له، يفتخر لأنه تقلد شرف في صحائفه وفي عرصات يوم القيامة وفي جنة رب العالمين. نحسبهم والله حسيبهم. ولهذا ينبغي على الناس أن تفيق، أن تنتبه. أنت مسلم، ليس في رأسك وبين أذنيك زنانير زنار، ولا تلبس الصليب، ولا تضرب الصدر وتطعن في الصحابة، ولست صوفيا ولا تبليغيا ولست حزبيا مبتدعا. أنت مسلم سني بإذن الله. افخر وافرح وادعو، وإن استطعت أن تنصر هذا الدين فافعل بقدر المستطاع. انشغالات الناس بالدنيا واهتمامهم بالدنيا، ذاك يسأل حول العملات، وذاك حول المواد الغذائية، وذاك مواد البناء، وذاك يسأل عن كذا وذاك عن كذا. والتقصير حاصل مع الصلاة، مع القرآن، مع بر الوالدين، مع صلة الأرحام، مع كثير من العبادات والطاعات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعركة لا زالت مستمرة بين المؤمن وبين الشيطان، والموفق والرابح من ينتصر على هذا الشيطان قبل أن يأتي يوم يتبجح فيه الشيطان بقوله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، منيتكم، أغريتكم، زينت لكم، ولكن بدون فائدة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم بمنقذكم وما أنتم بمصرخي بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. انتبه يا عبد الله، أن تكون أداة لنصرة الباطل على الحق بسبب هلعك على الدنيا،
تنهمك في المعاصي والذنوب، تذهب عنك غيرتك